شكون يقدر ينجو من المجموعة A في المونديال؟ بالقيمة ديال اللاعبين المكسيك ولا ريبوبليك تشيك هما الأقرب يدوزوا، وفيفا رانكينغ المكسيك وكوريا الجنوبية هما المرشحين، ولكن بزاف نساو جنوب افريقيا. المكسيك عندها اسماء قويه، راؤول خيمينيز، خوليان كينونيز اللي داير موسم كبير في السعوديه وماركا اكثر من رونالدو، وزيد عليهم الموهبه جيلبرتو مورا اللي واتك في راسو لدرجه قال بان المكسيك تقدر تربح البطوله. ولكن كوريا الجنوبيه خطيره حتى هي، وماشي غير حيت عندها إيستار كبيره بحال سون هوغمين، عندها حتى كيم مين جاي في الدفاع، وعندها او هيونغيو المهاجم اللي مشى لبيشيكتاش وبدا كيماركي بسرعه. ريبوبليك تشيك ما محتاجاش تستحوذ عليك باش تقتلك، هذا المنتخب سلاحه هو الكرات الثابته، حيث تقريبا اكثر من نص ديال الاهداف ديالو في التصفيات جاو من سيت بيسيز. ولكن هنا فين كتدخل جنوب افريقيا، منتخب ما عنده والو يخسروا، وتاهل قدام نيجيريا اللي عامره بالنجوم، وزيد عليهم كانوا من الاقوى في خلق الفرص وحتى في ابعاد الخطر من الدفاع. اي حاجه تقدر توقع في هذه المجموعه. المكسيك قويه، كوريا الجنوبيه عندها النجوم، ريبوبليك تشيك عندها الكرات الثابته، ولكن جنوب افريقيا تقدر تكون المفاجاه. جروب سي فيها برازيل والمغرب في توب 10 ديال فيفا، ولكن سكوتلاند تقدر تخلط الحسابات. على الورق برازيل عندها اغلى سكواد في المجموعه، والمغرب جايه من تجربه كبيره في كاس افريقيا، ولكن سكوتلاند ما خصهاش تتنسى، عندها الاستقرار حيث ستيف كلارك خدام مع نفس المجموعه ديال اللاعبين منذ سنين، وهذا كيعطيهم واحد افونتاج مهم. فالمقابل مدرب المغرب باقي جديد مع المنتخب الاول، ولكن عنده نقطه قويه، هو اللي قاد منتخب اقل من 20 عام للفوز بكاس العالم العام اللي فات. يعني ممكن يكون انسرتينتي، ولكن ممكن حتى يزيد يطلع المستوى ديال الاسود. والارقام كتقول ان المغرب كانت قويه بزاف، في كاس افريقيا كانت من الافضل دفاعيا، وفي التصفيات كانت كتقرب ل3 جولز في كل ماتش. السؤال الكبير مركز المهاجم، ونفس السؤال عند سكوتلاند وحتى برازيل في التصفيات كانت كتخلق فرص بزاف، ولكن كتضيع بزاف حتى هي. الا شي مهاجم بحال كونيا فاق، النتائج ديالهم تقدر تبدل كاملين. هاد المجموعه ماشي سباق بين جوج، هذه 3 هورس ريس، وإلا كان شي منتخب عنده افونتاج صغير فممكن يكون المغرب، حيث عنده آخر تجربة قارية قريبة. جروب إي فيها ألمانيا كمرشح كبير، ولكن راه ممكن يتواضعوا بزاف في هذه المجموعة. ألمانيا مصنفة 10 عالميا، وعندها أسماء بحال فيرتس، موسيالا، كاي هافرتس وفولتيمادا. في التصفيات ماركاو 16 جول، ولكن السؤال هو واش واجهوا دفاعات من المستوى العالي، حيث الإكوادور ماشي منتخب سهل نهائيا. مع سيباستيان بيكاتشيتشي الفكرة ماشي ضروري تربح بزاف، الفكرة هي ما تخسرش، وعندهم أسماء قوية، ويلي باتشو، إنكابيي ومويزيس كايسيدو. الإكوادور دخل عليهم غير 5 جول في 18 ماتش ديال التصفيات، وآخر خسارة ديالهم كانت في 2024. ومن جهة أخرى كوت ديفوار عندها تالون كبير خصوصاً في الجهات، ومع إيفان انديكا وديوماندي في الدفاع راه عندهم تاني أغلى سكواد في المجموعة. أما كوراساو عندها أسماء معروفة بحال تاهيث تشونغ ولياندرو باكونا، ولكن مجرد الوصول ديالهم للمونديال بوحده تاريخي، حيث هو أصغر بلد تأهل لهذه البطولة. ألمانيا مرشحة، ولكن الإكوادور وساحل العاج يقدروا يخليوا جروب إي أخطر مما باين على الورق. جروب إف بين الهولندا، ولكن اليابان تقدر تعاود نفس الصدمة ديال المونديال اللي فات. هولندا كانت عندها أحسن جول ديفرنس بين منتخبات أوروبا في التصفيات، وآخر مرة خسروا كانت ضد ألمانيا في 2024، وعلى الورق هم المرشحين الكبار باش يربحوا هذه المجموعة. ولكن خاصهم ما ينساوش شنو دارت اليابان مع ألمانيا وإسبانيا في آخر وورد كاب. اليابان ما عندهاش تاني أغلى سكواد في المجموعة، حيت السويد عندها هجوم قوي بزاف، ولكن عندها سترايكر بحال آياسي أويدا اللي ماركا 25 جول هذا الموسم، وعندها حتى مدرب مستقر داز مع المنتخب أكثر من 100 ماتش، وعنده أحسن وين ريت في هذه المجموعة، وزاد ربح مؤخرا ضد إنجلند وبرازيل. المشكل الوحيد اليابان من أقصر المنتخبات في البطولة، وهذا الشيء يقدر يضرها في السيت بيسز ضد هولندا والسويد. أما السويد رغم الطول والهجوم القوي على الورق سالات الأخيرة في مجموعتها في التصفيات، وما حافظتش على الكلين شيت من يونيو 2025. وتونس دفاعيا كانت قوية بزاف وما دخل عليها حتى جول في التصفيات، ولكن خاصنا نقولوها أصعب منتخب لعبات ضده كان مصنف 90 عالميا تقريبا، ومع ذلك تعادل ضد برازيل العام اللي فات كيعطيها ثقة. جروب اف ماشي سهله كيف باينه، هولندا مرشحه، ولكن اليابان، السويد وحتى تونس يقدروا يخلطوا الحسابات. شكون غادي ينجو من جروب جي؟ بزاف ديال الناس كيشوفوا بلجيكا غادي تربح المجموعه، ولكن السؤال الحقيقي هو شكون هيجي الثاني؟
نيوزيلاند عندها سترايكر قوي بحال كريس وود اللي ممكن حتى يبدا مع بلجيكا، ولكن المشكل خسروا 6 من آخر 8 ماتشات ودية ضد منتخبات بمستوى المونديال. إيران تقدر تستغل هذا الوضع، حتى هي عندها سترايكر كبير بحال تاريمي اللي ماركا ضد ريال مدريد هذا الموسم، ولكن حيت لعبوا غير 5 ماتشات في آخر عام ونص بسبب الوضع السياسي صعيب بزاف يهددوا بلجيكا بجدية. أما مصر هنا القصة مختلفة، مصر ما عندهاش غير محمد صلاح، عندها حتى عمر مرموش اللي يقدر يكون من بريك اوت ستارز ديال البطولة. والحاجة اللي كتخليهم أخطر تقريبا 7 من 11 لاعب الأساسيين كيلعبوا في نفس الفريق على مستوى النادي، وهذا الانسجام يقدر يكون مهم بزاف في المونديال. بلجيكا خاصها تربح المجموعة، ولكن المركز الثاني غادي يكون معركة، ومصر عمرها ربحات ماتش في المونديال، وهذا الشيء غالبا غادي يتبدل. جروب اتش فيها سبين كمرشح واضح، ولكن باقي المجموعة ماشي بسيطة نهائيا. كاب فيغ داخله لأول مرة في الورد كاب بعدما تأهلت قدام كاميرون وعندها ديفندر قوي بحال لوغان كوستا. أحسن شانس ديالها تحاول تكون من أحسن المنتخبات اللي طلعوا من المركز الثالث. السعودية حتى هي غادي تنافس على هذه البلاصة، فآخر وورد كاب صدمات العالم وربحات أرجنتينا في الماتش الأول، ولكن دابا داخله بتغيير في المدرب ووقت قليل للتحضير قبل أول ماتش ضد أوروغواي. وعلى الورق سبين خاصها تربح هذه المجموعة، مصنفة الثانية عالمياً وعندها أقوى سكواد هنا، ولكن كاين سؤال مهم، واش نيكو ويليامز ولامين يامال غادي يكونوا جاهزين 100%؟ وهذا الشيء يقدر يعطي فرصة لأوروغواي باش تنافس مع داروين نونيز، فيدريكو فالفيردي، أوغارتي، ماكسيميليانو أراوخو ورونالد أراوخو. عندهم فريق قوي بزاف، ولكن حتى أوروغواي عندها مشاكل، إصابات، شوية توتر مع بيلسا، وحتى خسارة قاصحة ضد USA قبل مدة. جروب إي ممكن تكون أصعب مجموعة في المونديال، وها علاش. فرنسا داخلة كواحدة من أقوى المنتخبات في العالم، عندها ديزيغي دوي، رايان شركي وباركولا، وهادو غير لاعبين يقدروا يبداو من الدكة. وزيد عليها هذه آخر بطولة ديدييه ديشام مع فرنسا، والهضرة كبيرة على زيدان من بعده. ولكن المشكل فرنسا في التصفيات ضيعت بزاف ديال الفرص الكبيرة، وهذا الشيء خطير حيث غادي تواجه منتخب عنده واحد من أقوى فينيشرز في العالم، هالاند. النرويج ماشي غير هالاند، عندها سورلوت، ستراند لارسن، أوديغارد، نوسا وأوسكار بول، وسكواد كتقرب لنص مليار أورو. ومن الجهة الأخرى كاين السنغال، ثاني أقوى منتخب في المجموعة من ناحية رانكينج، عندهم تجربة كبيرة، وزيد عليهم إليمان ندياي وموهبة ممكن تنفجر في البطولة، إبراهيم مباي. أما العراق راجع للمونديال من بعد غياب طويل بزاف، ولكن بصراحة جاء في مجموعة نارية. جروب جاي فيها بطلة العالم الحالية، ولكن الصراع على المركز الثاني يقدر يكون سخون بزاف. الأرجنتين داخلة كمرشح واضح، بطلة العالم، السنوات الأولى في تصفيات ساوث أمريكا وماركات أكثر جولز. ولكن الحاجة اللي بغينا نشوفوها، واش نيكو باز يقدر يدير بحال خوليان ألفاريز في المونديال اللي فات ويفرض راسه في التشكيلة؟ ورا الأرجنتين كاين أوستريا، الأردن والجزائر. أوستريا عندها أفضل أودز من بين هاد الثلاثة، ومع رالف رانغنيك ولاو منتخب بريسينج قوي بزاف. حتى في التصفيات الأوروبية كانوا من الأفضل في استرجاع الكرة في الثلث الأخير. ما عندهمش تسعود قاتل، وأرناوتوفيتش ولا عنده 37 عام، ولكن الوسط ديالهم قوي، وزاد عليهم تشوكويميكا اللي يقدر يعطي لهم إضافة. ولكن الجزائر حتى هي مهمة، كان عندها 83% بوسيشن في المتوسط في التصفيات، وعندها أسماء بحال أيت نوري، أمين جويري، محمد أمورا اللي ماركة 8 جولز في بوندسليغا. السؤال عند الجزائر ممكن يكون في الحراسة. لوكا زيدان ولد زين الدين زيدان كيلعب في القسم الثاني الإسباني، وهذا الشيء يقدر يكون نقطة يستغلوها الخصوم. أما الأردن فصراحة المهمة صعيبة، عندهم غير لاعب واحد في التوب يوروبيان ليج، وغادي يحتاجوا ميراكل باش ينافسوا في هذه المجموعة. إلا بغيتي تشوف التاريخ كيتكتب في المونديال خاصك تراقب جروب كي. هذه المجموعة فيها البرتغال، كولومبيا، كونغو وأوزبكستان اللي غادي تلعب أول وورد كاب في تاريخها. أوزبكستان عندها موهبة طالعة بحال خوصانوف، وهي المنتخب الوحيد في هذه المجموعة اللي كيلعب ب5 في اللور، ودفاعيا طراه ماشي ساهلين، دخلوا عليهم غير جول واحد في 3 ماتشات ضد إيران ومصر في آخر 2025. ولكن هذه ماشي هي القصة التاريخية اللي كنقصد.
الكونغو عندها لاعبين كبار في بريمير ليغ، وحتى في كأس إفريقيا قدرت تخرج بتعادل ضد السنغال. كولومبيا حتى هي خطيرة، سالات الثالثة في تصفيات ساوث أمريكا وخلقات بيك تشانسز كثر من أي منتخب آخر، حتى كثر من أرجنتينا، ولكن المشكل ضيعات بزاف ودخل عليها جولز كثر من أي منتخب ساوث أمريكان تأهل. أما القصة الكبيرة فهي البرتغال، عندها كريستيانو رونالدو ولكن عمرها ربحات وورد كاب، وإلا كان كاين عام تقدر تديرها فيه فهو هذا العام. سكواد عامر طالون وحتى اللاعبين الصغار باينين واجدين للضغط الكبير. برونو فرنانديز كسر اسيست ريكورد في بريمير ليغ، كاين ولاد بي اس جي، كاين روبن دياس وكاين طبعا كريستيانو. جروب ال فيها انجلترا، كرواتيا، بنما وغانا، وها كلشي خاصك تعرف. من بعد ما مشى ساوث جيت وجا توماس توخل، انجلترا ولات كتدخل بزاف لمنطقه الخصم، لمساتها في البوكس طلعت من 28 ل 42 في الماتش، والتمريرات من 526 ل 643 في كل 90 دقيقه، وزادوا حتى في عدد التسديدات. في التصفيات ربحوا 8 من 8 وما دخلش عليهم حتى جول، ولكن المشكل باقي المنتخبات يقدروا يفاجئوهم. بنما ما عندها حتى لاعب في التوب 5 ليجز، ولكن وصلت لجوج فاينلز في آخر 3 سنين، حيث المدرب ديالهم خدام مع نفس المجموعة مدة طويلة. ونفس الشيء مع كرواتيا وزلاتكو داليتش، هو أطول مدرب بقى في هذه المجموعة، وصلهم الفينال وورد كاب في 2018 وثالث العالم في 2022. ورغم أن السكواد كبرت في العمر، كانوا الثانيين في تصفيات أوروبا في expected goals. أما غانا عندها أسماء بحال أنطوان سيمينيو، إنياكي ويليامز، ولكن المفاجأة أنها أقل منتخب في هذه المجموعة في رانكينج وبفرق كبير، وخسرت آخر 5 ماتشات. جابوا كارلوس كيروز اللي درب في 4 نسخ ديال وورد كاب وممكن يحسنهم، ولكن التوقعات باقية قليلة.